السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة 29 من مسلسل إلى ذاك الحال. عفاكم اخوتي، ما تنساوش تشتركوا عندنا في القناة. الله يرحم بها الوالدين، الله يسر امركم ويكتب عليكم مكتب الخير. صراحة لي زابوني ديالكم كيشجعونا بزاف. المهم حيت الاغلبية فيكم ما مشتركينش، داكشي علاش كنفكركم باش انكم تشتركوا معنا. الله يجزيكم بالخير. بالنسبة لهاد الحلقة فغادي نكتشفوا بانه زينب غادي تمشي باش تعرف الممتلكات ديالها وتشوف داكشي اللي جا في حقها، وغتبقى على تواصل مع المحامي. في هاد الوقيته هادي مازال غنكتشفوا بانه آه الام ديالها اللي هي سعاد وطه عايشين حياه ترونكيل، بداو كيرجعوا لياماتهم اللي قبل. وحسن كاع احسن كاع هي في الاول سعاد ما كانتش كتهتم بطه كيف ما كان خاصها تهتم به. داكشي علاش كانت ديما كتجيب ليه ممرضه اللي تقابلو، اللي تعطيه الدواء، اللي تهتم به. وهي كانت ديما كتخرج غير للجمعيات والدور ما، المهم كتجمع بيناتهم غير الدار وصافي. داكشي علاش هو مع زينب في شحال هادي كانت كتخرج هي وياه، كيمشيو لجهة البحر، كيمشيو للجردة، كيمشيو كاع مؤخرا للفيرما. وهادشي كيعني بانه السيد ما مرتاحش نفسيا في الفيلا، حتى تيخرج وكيلقى الشخص المناسب اللي يخرج معاه، عاد كتزيد تزرع فيه داك الروح. فهادشي اللي غتولي دير معاه دابا سعاد، غتعوضو على كاع هاد السنين هادو اللي ضاعوا. وغادا تخرج هي وياه، غادي تبدا تقابل ليه الدواء، غتهتم به اكثر. وهنا في هاد الوقيته زينب تكون فرحانه بهم هما بجوج وهما فرحانين، لدرجه كانوا غيطلقوا من بعد رجعوا فاهمين اكثر واكثر. وهذا الشيء غادي يحفز ان بدر غادي يطلب اليد ديالها للزواج، وغادي يطلبها من عند والديها اللي كيعتبرهم هو زين هي سعاد وطه. وغادي يديروا واحد الجلسه وغادي يدوزوا الخطوبه اللي هي بالعادات والتقاليد ديال المغرب. يعني خاص الخطوبه عاد موراها الزواج، فغادي يديروا ديك الحفله ديال الخطوبه. ومازال غنشوفوا بانه في الحلقه الاخيره غادي يكون الزواج ديالهم، وغادي يكونوا المراسم ديالو اللي هما زوينين، وغادي تكون نعمه والعيالات، وغادي تكون حتى عتيقه، وغيكونوا كاع العائلات فرحانين بزينب. وفي نفس الوقت غادي يكونوا فرحانين حيت كل وحده في العائلات غادي تكون ارتاحت في الحياة ديالها، حتى أغلبيتهم كانوا كيعانيوا سواء من رجالاتهم سواء من المجتمع. فبالنسبة لرشيدة فغادي يكتشفوا بأنه بصح نيت نعمة غادي تعترف بالأم ديالها قدام العيالات، بغاو ولا ما بغاوش، حيت بصح ولات كتحس براسها الأم ديالها هي معاها، ولكن ما واخداش كامل الحرية ديالها. كتبغي تعبر على الحب ديالها للأم ديالها، ولكن ما كتقدرش، لا خايفة اللي يشوفوها العيالات، خايفة اللي يحصلوها. ومن بعد كاع الأم ديالها ملي دارت المستحيل باش أنها تخرجها من الحبس وعلى ديك الشيك من تما ونعمة كديرها في بالها ان فوا غادا تخرج غتقاد المسائل ديالها، وغادي تحل هذا المشكل اللي هو وحلها في حلقها ديال الام ديالها. خاصها العائلات كاملين عرفوا بلي راه رشيدة راه الام ديالها. مازال غنكتشفوا بانه خديجة غادي تبقى وسط منهم بحال اختهم، وغتكون قريبة من سعاد بزاف، يا ربي من رشيدة بزاف. حيت بصح رشيدة عارفة باللي خديجة واحد الانسانة اللي نية، وكتخاف لا يضحكوا عليها. داكشي علاش فين ما مشات الاخرى كتبعها، اي حاجه كتعرفها كتحاول تجر معها الهضره باش تعرف على الاقل واش هي في واحد المنطقه اللي مرتاحه فيها، ولا شي حد اللي باغي ياكل ليها عقلها. كيف ما كنشوفوا بانه خديجه مازال غنشوفوا بان راجلها ما غاديش يتهنى، وغادي يبدا يتعرض للاسيه. علاش؟ حيت بصح المختار ما اخر حاجه كان كيظنها انها طرا هو يخرج خاسر في هاد لافير كامله. واسيا واخا دات شويه ديال الفلوس 2 مليون، ولكن على الاقل راه خدات شي حاجه من هادشي كامل. اما المختار خرج والو، حتى الدار اللي كان ساكن فيها راه ما بقاتش ليه. وهنا فين غادي نشوفوا انه غادي ينتقم من اسيا، وغادي يحاول يكرهها في حياتها على قبل هادشي. حيت الوقيته اللي كانت اسيا مع المختار، اسيا كانت كدير اي حاجه على قبل المختار، ولكن غير اسيا دبرت على فلوس بلا بيه ذكراتو ونساتو. والغريب في هادشي كامل هي اسيا صافي بغات تبدا صفحه جديده، وقلبت على ود الناس اللي غادي تتزوج به. اما بالنسبه للفرح فغادي نكتشفوا بانه غادي يبدا يتعرض لها كريم، خصوصا انه ولا مهووس بداك الجنين اللي حاملها به. كيقول لها بلي هذاك راه ولدي، هذاك راه هذا، الا بغيتي نكملوا انا وياك. المهم بدا كيدوي معاه بواحد الطريقه اللي خايبه شي شويه، خصوصا انه هو دابا تفليبا ولا حمق، مابقاش كيقدر يسيطر على راسو. فهنا فين غنكتشفوا انه فرح عارفاش كدير مزيان، وخصوصا من عرفت باللي الا بعدات من سليم هادشي كامل راه صالح كريم، وكريم غادي يبدا يجي غيأذيها، وهي دابا حامله خايفه على ولدها اللي في كرشه. فغنكتشفوا انها غدور تتعيا، وغادا ترجع لعند سليم وتعطيه اخر فرصه في حياته. انه هاد المره الا ما كانش شي حاجه كتجمع بيناتهم اللي هي الثقه، فراه ما كاينه لاش تكون شي حاجه بيناتهم اصلا. وهادو معاه بواحد الطريقه اللي هي قاصحه بزاف. سليم غادي يفهم باللي راه بصح
راه داكشي كامل اللي كيدور ليه في بالو راه غير وسواس، وهو عارف باللي مرتو شكون هي وشنو كدير، ولكن هو غرو الشيطان وداكشي علاش حكم على داك الحكم المسبق. فمازال غنكتشفوا بانه غادي يتفاهموا بيناتهم، وبصح غادي يكونوا بجوجهم معاونين. مازال غنشوفوا بانه فرح غادي تولي كتعاونو كتساعدو في الصالون ديال الحلاقات، هو ولا كيعلمها. فغنكتشفوا واحد الحلم ديال سليم فيقو خوه فيقو قال ليه باللي المشروع ديالك كون كان في براك كون راك تدخل الفلوس، ولكن دابا حتى المحل ديالك راه مزيان، غير هو في ديك البلاصه راه ما مزيانش، ما يدخلش لك كثر. فهنا ولا الحلم ديال سليم انه يكبر هذا البروجي هذا اللي عنده، ويدير ليه فرع ولا محل اخر في بلاصه اللي هي نقيه في وسط الناس اللي شويه عندهم ميسور الوقت، باش حتى هو الصالون ديالو يكون كيدخل من الحي الشعبي وحتى من الحي راقي. اما بالنسبه للبحريه بدات كتفهم باللي راه هادشي اللي كدير هي في وسط من ديك الدار ما غيخرجها في حتى شي حاجه، حيت هادوك راه لقات فيهم الخير اللي ما لقاتهمش في عائلتها. ومازال غنكتشفوا في الحلقه الاخيره السر ولا شنو هو الحاجه اللي جايبه بحريه لديك الدار، حيت كاع العائلات حنا عارفينهم علاش جاو وشنو الماضي ديالهم وشنو دوزو في حياتهم، الا بحريه. وبحريه اللي عندها دوسي خايب وموسخ، اللي عارفاه هي النعمه، ولكن النعمه حيت بنت الناس عمرها غتفضحها. ولكن غنشوفوا بانه بحريه غادي يدخلها الزمان، وغادي تبدل الكاركتير ديالها والطبع ديالها اللي كدير مع العائلات اللي تما، محرة فيهم العيشه وديما مشاكل ودي لهم الفلوس، واي حاجه كتبغي تدخل منها دي منها اللعاقه. فهنا فين نشوفوا بحريه ملي بعد ما شافت العائلات كاملين ربي بدا يسر عليهم، وبدات الفلوس كدور عندهم، ولا اللي تزوجات ربي جاب ليها ولد الناس اللي يحطها فوق راسو. فهاد الشيء هذا هو اللي بدات كتحس به بالنقص بحريه، حيت ما لقاتش الشخص المناسب، ما لقاتش الراجل اللي يبغيها ويحميها واللي يتمناها تكون مرته. ولكن هادشي كامل علاش؟ حيت هي داكشي كامل اللي كديرو في العيالات كتاخد الجزاء ديالو من عند الرجال، ما باقي ما جاش الزهر ديالها. فهادو من اهم الاحداث اللي غادي نشوفهم في هذه الحلقه. عفاكم بغيتكم ديروا لي في التعاليق تقول لي الرأي ديالكم في المسلسل، لي ميساج اللي كيتطرق ليهم. بصراحة المسلسل زوين، حتى الرسائل اللي كيحطوهم كنعيشوهم، وبزاف ديال الناس كيشوفوا راسهم في المسلسل، ولا كيحاولوا يشوفوا شنو هما الحويجات اللي يقدروا يتفاداوها في الدنيا، حيت كيطراو بزاف ديال الحوايج. المهم بالنسبة للمشكلة اللي ولات طارية مؤخرا في السوشيال ميديا، هما جوج ديال الممثلات ولاو الناس كينتقدوهم. اول وحده فيهم هي السيده اللي مثلت الدور ديال فرح، اللي مشى لي الاسم ديالها الحقيقي. المهم راه كانت مثلات في البرتقاله المره شحال هادي. قول لي الراي ديالكم في الاداء ديالها ولا التمثيل ولا التشخيص ديالها. صراحه انا جاتني مشخصه اللي هي مستوى عالي تبارك الله، وقدرت تعطي اكثر في هذا الدور هذا. وحتى من دنيا بوتازوت ولاو الناس كينتقدوا هذا الدور هذا اللي لعباتو، حيت المؤلفين كيشوفوها كتشخص ادوار اللي هما قاصحين وعندهم شخصيه قويه، ولكن هذا الدور هذا اللي شخصاتو كانت واحد السيده اللي كتخدم بنيتها، واللي ما كت ديما كتقول بلي الناس راه غيتعاملوا معايا بالزوين، وباللي عمرها ما كتسنى من شي حد انه يتعامل معاها قاصح ولا ينصب عليها ولا يدير ليها. وهذا الدور اغلبيه الناس كينتقدوه، تيقول لك لا دنيا بوتازوت ما قداتش على هذا الدور. انا من وجهة نظري بصراحه دنيا بوتازوت من الفنانات ما عرفت كنقول من الفنانات المجتهدات اللي وصلت وحتى وصلت لبزاف ديال الادوار قدرت تمثل فيهم، ولكن بقى لحد الان كتزيد تجتهد اكثر، كتزيد دير دي بيرسوناج اللي ما عمرنا شفناهم فيها، وكتوفق فيهم الحمد لله. ما عرفتش علاش، حيت عقلها صغير، ما كتدخلش على شي مسلسل بانها غادي تمشي وغادي تلعب بدور بطولي، ولا غادي دير شي بيرسوناج اللي ديجا متمرسه فيه باش تخطف الاضواء وترجع لواحد البيرسوناج اللي كترتاح فيه. لا، هي كتصعبها على راسها باش تزيد تمتحن راسها اكثر. وكل الراي ديالو والاراء ديالكم غادي نشوفهم في لي كومونتير ان شاء الله. انا مكان ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جايين. مع السلامه.